بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده أنا مش بخزن. أنا بجيب البرتقان وبستعمل منه أو بناخد منه اللي بناكله أنا وولادي، والباقي باخد شوية يعني أفرزهم. زي ما انتم شايفين انا قشرت شويه اللي كانوا اتبقوا يعني مننا، واخدتهم عملتهم اكياس، وزي ما قلت لكم بالطريقه دي باجي في الاخر لما بحتاج بلاقي موجود عندي كميه كبيره، لان انا كل ما بجيب حتى لو هشيل كيس واحد هاجي في الاخر برضو هلاقي عندي ان انا مخزنه كتير. القشور طبعا دي احنا ما بنرميهاش، هنعمل بيها صابون سائل، هنعمل بيها صابون اللي هو الصلب اللي هو بتاع المواعين، هنعمل منها زيت برتقان او ريحه برتقان، هنبشرها ونعملها نستخدم في الحلويات يعني وكده. ده كان البرتقان، اخدت منه برتقانة عشان نعمل بيها وصفة النهاردة. معايا برتقانة كاملة بقشرها مقطعاها، معايا 3/4 كوباية، بس بصراحة في الاخر لقيتها محتاجة كوباية كاملة، يعني هي هتبقى احلى بكوباية كاملة. ومعايا نص كوباية زيت، معايا معلقة بيكنج باودر صغيرة مليانة، معايا كوبايتين دقيق او طحين زي ما انتوا حابين تقولوا يعني. اخدت معايا البرتقانه في الخلاط، يعني وصفه سهله جدا جدا، حاجه كده بسيطه يعني اقتصاديه. حطيت البرتقانه مع 3/4 كوبايه السكر اللي انا قلت لكم تزودوها الكوبايه او كوبايه ومعلقه كمان، يعني هي بصراحه كانت محتاجه سكر، في الاخر اكتشفت الموضوع ده فقلت ان انا هقول لكم لازم يعني. طلع معايا كوباية عصير البرتقال بقشرها زي ما انتوا شايفين. لو الخلاط بتاعك مش هيفرمها كويس او مش هيعملها كويس، صفيها بمصفى بس تكون واسعة شوية عشان تنزل القشور البسيطة يعني. عشان احنا طبعا ده بديل الفانيليا. انا مش هحط في الحالة بتاعنا ده او الحاجة المسكرة بتاعتنا دي فانيليا. وهنا البرتقانة وكوباية السكر اللي انا ضربتهم كويس في الخلاط، نزلت عليه، انا حطيتهم في البولة ونزلت عليهم بنص كوباية زيت، وزودت عليها نص كوباية الزيت وهضربها. الدقيق انا حطيت عليه معلقة البيكنج باودر وحطيت عليه رشة ملح. انا بقلب بالسباتولا بالمعلقه باي حاجه يعني بالمضرب عادي، هي مش محتاجه لا مضرب كهرباء، محتاجه عجان، مش محتاجه اي حاجه، بالمعلقه وهتعمليها عادي خالص يعني. ممكن تحطي الزيت كمان على البرتقان والسكر وهو بيتضرب في الخلاط، مش لازم تحطيهم بعد ما تضربيه، عادي ممكن تضربيهم مع بعض في الخلاط، بس انا حبيت اوريهولكم ان انا حطيته بعدها. هنا بقلب البيكنج باودر والملح في الدقيق عشان يتوزع في كل الدقيق بتاعي او الطحين. آم، خلاص كده انا وزعته، هرجع بقى خلاص انا قلبت الزيت مع عصير البرتقال اللي انا عاملاه بالسكر والبرتقانه الكامله. قلبتهم كويس جدا لغايه ما اختلطوا ببعض كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بالدقيق او الطحين بتاعي، هقلبهم لغايه ما كده هيبدا يتقل. هكمل بقى بقيه كميه الدقيق بتاعتي احطها، هشيل بقى المضرب وهستعمل ايدي لانه طبعا هيبقى تقيل على المضرب، فهستعمل ايدي. زي ما انتم شايفين اهو بحط كميه الدقيق بتاعتي او الطحين بتاعتي. عايزه تزوديها طبعا مش هنزودها كلها مره واحده، هنشوف هنحتاجها. نحتاج كوبايتين كاملين ولا مش يعني هنبقي شوية. انا قلبتهم لقيتني ان انا هحتاج بقية الطحين اللي عندي كوبايتين كاملين. الوصفة معايا يعني كوباية العصير البرتقال بكوباية السكر بنص كوباية الزيت، لما خلطتهم على بعض اخدوا كوبايتين الدقيق كاملين. انا هنا يدوب بس بلمهم في بعض، يعني انا مش بعجن، انا بخلطهم ليه؟ لان انا بعمل بسكوت. البسكوت عجينة يعني رقيقة جدا، ما ينفعش ان احنا نخلطها، ما ينفعش ان احنا نعجنها عشان خاطر ما تحاولش معانا زي يطلع الجلوتين اللي في الدقيق او في القمح يبقى زي العجين، لا احنا عايزينها حاجة كده دايبة، فيدوب بس بنجمعها مع بعضها. انا هنا جمعتها مع بعضها وزي ما انتم شايفين يعني حتى البوله بتاعتي بقت نظيفه، زي ما انتم شايفين قشر البرتقال باين في العجينه بتاعتي.
بجد والله تحفة يا بنات، وريحته روعة روعة بجد، كان قالب الدنيا. طبعا ده بسكوت اقتصادي. انا عندي البرتقال وعندي الزيت والسكر والدقيق في البيت، فليه ان انا ما اعملش بسكوت يعني اكله مع الشاي، اديه لاولادي وهم رايحين المدرسة. يعني حاجة بسيطة ومش مكلفة، وبتتعمل بمنتهى السهولة، مش محتاجة تعب يعني. انا هنا فردتها يا دوب، السمك بتاعها يبقى حوالي 2 ملي او 3 ملي، مش اكتر من كده. عايزة تقطعيها بالقطاعة دي اللي هي تبقى مشنشرة كده. عايزة تعمليها بأي قطاعة عندك مفيش مشكلة خالص، عايزة تعمليها مربعات براحتك. انا هنا في الاول استعملت معايا الكوباية. انا بضغط بالكوبايه، بقطعها بالكوبايه عادي خالص، كوبايه الشاي اللي عندي، كوبايه عصير، المقاس اللي انت حباه بتقطعيها. سهله جدا جدا وبسيطه، مش محتاجه اي تعب. اهو زي ما انتم شايفين انا بعملها بمنتهى السهوله، مش يعني الموضوع سهل ان شاء الله، وهيتعمل بسرعه معاكي، مش هياخد وقت. ده بقى انا قطعتهم دوائر زي ما انتم شايفين بالكوبايه. هاجي بقى بالشوكه واخرمها بس كده، اخرام يعني بسيطه، اللي هو الوش، مش هوصل للقاع يعني. البسكوته معايا يا دوب بس علشان خاطر ما يعني ما تنفخش، احنا عايزينها رقيقه. ده بسكوت شاي وبسكوت اللي هو الاقتصادي، فايه محتاجينه ما يبقاش تخين كده، عايزاه يبقى رقيق. هاخدها بقى وانزل بيها على صينية مش مدهونة، مش مدهونة اي حاجة، صينية فاضية خالص، لا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة، انا حطاها بس كده. هحط بقى كل الكمية اللي معايا، او هعمل كل الكمية اللي معايا بالطريقة دي، يا هعملها بالكوباية يا هعملها مربعات زي ما هتشوفوا معايا. انا هنا بحطها بوريلكم الصينية ان انا مش دهناها اي حاجة، وبتتشال اهي بمنتهى السهولة، ويعني سهلة جدا. البواقي دي بقى هلمها واسيبها في جنب كده، هرجع افردها تاني معاكم واعملها اشكال تاني، يعني مش هنسيبها بس ترتاح شوية، يعني احنا فردناها اول مرة فهنسيبها نرتاح شوية، وهنجيب العجينة التانية افردها على ما تكون الاولانية دي ارتاحت. ده بقى المربعات او المستطيلات او اي شكل انت حباه، ده بالسكينة بفردها كده وارجع اقطعها بالسكينة زي ما انتم شايفين. وما شاء الله جابت يعني عملت معايا كمية كبيرة، وبنفس الطريقة يعني انا بقطعها مربعات وارجع بالشوكة برضو اخرمها. دخلتها على فرن 180 درجة، بتقعد حوالي من 10 ل 12 دقيقة، برضو بتشوفيها حسب فرنك. هي على فكرة الإضاءة اللي ظلمها عطيالها لون غامق شوية، لكن هي فاتحة عن كده، وأنا حبيت أخلي الدوائر دي يعني أميزها شوية، فخليت الحروف بتاعتها حمرا شوية عن المربعات. التسوية بتاعتها والله جميلة جدا جدا، وطعمها روعة، وريحتها كانت مالية الدنيا بجد. وشايفين بيتقطم معايا بمنتهى السهولة يعني، بسيط جدا، طعمه جميل جدا. واقتصادي. ايوه صحيح مش زي بسكوت الزبدة، لكن حاجة موفرة وحاجة حلوة موجودة في كل بيت، وتتعمل بمنتهى السهولة، وطعمها تحفة مع كوباية شاي بقى كده. والله حاجة بجد جميلة جدا يا بنات، والله جربوها هتعجبكم جدا جدا وهتدعولي. وطبعا طعم البرتقال فيه بجد والله تحفة تحفة. لو مش حابة البرتقال بتستعملي كوباية، يعني مكان البرتقانة بتحطي لبن او حليب، يعني براحتك المتوفر عندك. عندك البرتقانة بتستعمليها، وطبعا دي احلى يعني. عندك الحليب بتستعمليه وبتحطي فانيليا. يعني عشان خاطر انا عندي برتقال فما حطيتش فانيليا. وده طبعا يعني بسكوت اقتصادي بجد جميل، يعني حاجة كده تحفة. طبعا زي ما قلت لك ولادك يفرحوا بيه جدا جدا. آه، وحاجة يعني موجودة في كل بيت. مش هتحتاجي تشتري حاجة من بره، اوفر كتير من بسكوت الزبدة. طبعا احنا طول ما انا واقفه باكل منه انا وولادي، يعني اكلنا اكتر من نصه، فهو ده اللي اتبقى معانا عشان اصوره، او لحقته اصوره. فده كان بسكوت بتاعنا النهارده، او حالة توفير بتاعنا النهارده. اتمنى ان هو يعجبكم، مستنيه بقى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو انتي جديدة معايا أول مرة تشوفيني، أتمنى ان انت تشرفيني وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. وطبعا يعني لو حبيتوا أو عجبكم الفيديو، أتمنى ان انتوا تدوسوا لايك أو تحطوا لي لايك. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة في قناة أم طارق وعمايل إيديها. ونتقابل إن شاء الله على خير في فيديو جديد، ومستنية رأيكم في التعليقات زي ما قلت لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.